أعزائي، اليوم نتكلم عن كيف نعرف أن الطيور بصحة جيدة عندما يكون بالمطير. كما تلاحظون نحن لن ننظف كما تلاحظون هسه الآن هون البراز ناعم، ونشوف البراز إذا كان هناك كما تلاحظون إذا كان براز فيها سائل أو لون غير طبيعي. أيضا أمسك الطيور بشكل عشوائي وأنظر إلى منطقة إمعاء كما تلاحظون. هسه مسكت الفرق، هسه نشوف هذا الكناري اللي مسكته بشكل عشوائي. كما تلاحظون هذا ذكر عنده تشحم، وهذا جيد بالنسبة للمطير. هذه هسه امسك شيء آخر بشكل عشوائي ونشوف كيف هو البراز أو أعتذر المنطقة البطن. هسه أطلعها ونشوفها مع بعض. كما تلاحظون لا يوجد أي مشكلة عند هذا ذكر. أيضا نشوف حبة أخرى من الطيور إذا كان دقيقة. نشوف نمسك طير آخر نشوف كيف هو منطقة البطن. وين هم يخافون. دقيقة هسه امسك هذا الطير. وين هاي الأبيض موجود بالشبك. هسه نشوف البطن هاي الكناري. كما تلاحظون أيضا جيد. وهكذا هسه الآن ندخل بغرفة الطيور أيضا ونشوف الطيور الأخرى إذا كان. أمسك طير آخر الآن نشوف. طير آخر حتى يكون وينه. هسه أمسك وينه. هسه أشوف هاي الزبرة نشوف المنطقة بطن. إنها تبيض قريبا. كما تلاحظون بأنها تبيض أيضا قريبا، لا يوجد أي مشكلة به. والآن ندخل غرفة الطيور أيضا نشوف الطريقة الأخرى.